واحد الشاب جاتو فرصة يخدم في شركة كبيرة. المقابلة كانت واجدة، السيرة الذاتية مزيانة، حتى الخبرة كانت كافية. كلشي هنا مزيان حتى الليلة اللي قبل المقابلة. ديك الليلة ما جاش الناس، تكي في بيتو كيفكر، كيقول مع راسو: واش غادي نجاوب مزيان ولا غلطت في شي حاجة؟ الا ما عجبهمش الحال. الليل كامل داز هو تيفكر غير في الاحتمالات السلبية. جا النهار الاخر اللي هو النهار ديال المقابله، باينه شنو دار. قرر ما يمشيش اصلا، ولكن بعد مر سنوات قال واحد الجمله: اكبر خطأ في حياتي ما كانش الفشل، ولكن هو انني فكرت بزاف حتى ضيعت الفرصه. والغريب هاد القصه كتوقع كل نهار مع الاف الناس. شي واحد كيضيع مشروع، شي واحد كيضيع علاقه، وشي واحد كيضيع فرصه كان ممكن تبدل حياته كامله بسبب حاجه واحده: تفكير زائد. ولكن هنا كاين واحد الاكتشاف علمي غريب. العلماء لقوا ان المشكل ماشي في الافكار السلبيه نفسها، المشكل الحقيقي هو الحرب اللي كنعلنوا عليها. في واحد التجربه مشهوره طلبوا من الناس ما يفكروش في ضوء ابيض. شنو وقع؟ كل ما حاولوا يبعدوا الفكره كل ما رجعت اقوى. كأن العقل كيقول: باش نتاكد انني ما كنفكرش فيها خاصنا نبقى نراقبها. وهنا كيبدا السجن الحقيقي. كل ما هربتي من الفكره كتتبعك اكثر، كل ما حاربتيها كتكبر اكثر. ولكن السؤال هو: إذا كانت المقاومة هي السبب، شنو هو الحل الحقيقي؟ كيفاش تقدر توقف هاد الدوامة اللي كتسرق منك الوقت والطاقة والفرص؟ هادشي اللي غادي نكتشفوه دابا. الا بغيتي تستافد كمل الفيديو للاخر خطوة بخطوة، وما تنساش تشترك في القناة وخلي لايك. بعد ما كتجيك فكرة مقلقة، العقل ديالك كيبدا يقنعك بواحد الحاجة: الا فكرتي كتر غادي تلقى الحل. وهذا راه فخ، حيت التفكير الزائد غالبا كيجي مخبي في شكل حاجة ايجابية. كتقول: انا غير كنحلل، غير كنستعد، غير كنحاول نتجنب الخطأ. ولكن في الحقيقة كاين فرق كبير ما بين التفكير اللي حل المشكل والتفكير اللي كيدور في حلقة مغلقة. تخيل معايا الا ضاع لك المفتاح ديال الدار، كتقلب في اخر بلاصة مشيتي ليها، كتراجع شنو درتي وكتحاول تلقاه. هذا تفكير صحي. اما الا بقيتي ساعتين كتقول: كيفاش ضاع، علاش انا ديما كنغلط، واش غادي نبقى هكذا طول حياتي؟ فانا ما بقيتيش كتحل المشكل، بقيتي كتغرق فيه. والمشكل ان العقل كيعطيك الاحساس انك كتقرب للحل، حيت راك كتفكر وكتحلل وكتقلب على الاجوبه. ولكن في الحقيقه يمكن تكون غير كدور في بلاصه واحده. ولهذا بزاف ديال الناس كيظنوا انهم كيتقدموا بينما هما غير دايرين دوره كامله ورجعوا لنفس النقطه. تخيل معايا دابا انت واقف قدام الناس كاملين، وجا الدور ديالك باش تهضر. في الاول كلشي كان عادي، ولكن فجأة عقلك بدا كيهضر: واش صوتي كيرتعش، واش باين عليا التوتر، واش الناس ملاحظين شي حاجه؟ وفي بلاصه ما تبقى مركز على شنو غادي تقول، بقيتي مركز على راسك، على يديك، على وجهك، على صوتك، على التنفس ديالك. كل ما بقيتي كتراقب راسك اكثر كل ما زاد التوتر، حتى كيولي الخوف من الغلط اكبر من الغلط براسو. وهنا كاين واحد الفخ خطير، حيت بعض المرات المشكل ما كيكونش في الموقف، المشكل كيكون في المراقبه الزايده ديالك لراسك. حيت ملي كتبقى تشوف كل حركه وكل تفصيله كتفقد التركيز على الحاجه المهمه. وهادشي ما كيوقعش غير فوق المنصه، كيوقع في المقابلات، في الخدمه، في الامتحانات، وحتى في العلاقات. وكل ما ركزتي بزاف على انك ما تغلطش كتلقى راسك وليتي عايش داخل الخوف من الغلط، ماشي داخل اللحظه اللي راك فيها. دابا يمكن كتسول مع راسك: علاش كيطرى لينا هادشي كامل؟ الجواب غريب شويه ولكن منطقي بزاف. تخيل معايا ان عندك حارس وقلتي ليه اي حاجه دير غير ما تخليش هاد الباب يتحل. شنو اول حاجه غادي يدير؟ غادي يبقى مركز على الباب طول النهار، كيشوفو ويراقبو وكيعاود يتاكد منه مره مره، حيت باش يمنعو يتحل خاصو يبقى مراقبو. والعقل ديالنا كيدير نفس الحاجه بالضبط. ملي كتقول ليه ما بغيش نفكر في الفشل، العقل كيبقى يسول: واش الفشل مازال هنا؟ ملي كيقلب عليه كيدوز من قدامه، وملي كيدوز كتحاول تباعدو، وملي كتباعدو كيعاود يرجع. وهكذا كتبقى واحد في واحد الدوامه ما عندهاش نهايه. الفكره كتجيب المقاومه، والمقاومه كترجع الفكره، وكل مره كتولي اقوى. والمؤلم في هادشي كامل ان المجهود اللي كدير باش تهرب من الفكره هو نفسه اللي كيخليها باقيه في العقل ديالك. ولهذا بزاف ديال الناس كيبقاو سنين يحاربوا نفس الافكار وكيستغربوا علاش مازال كيرجعوا، حيت المشكل ما كانش في الفكره، المشكل كان في الحرب اللي كانوا معلنين عليها.
كاين شي ناس كيقضيو ساعة كاملة غير باش يصيفطوا رسالة واحدة، كيكتبوها ويمسحوها ويعاودوا يكتبوها ويراجعوه في الاخير ما كيصيفطوهاش اصلا. هادشي ما كيوقعش غير في الرسائل، كيوقع في الحياة كاملة. كاين اللي عنده فكرة ديال شي مشروع وكيبقى يقول مازال خصني نتعلم اكثر، مازال ما جاش الوقت المناسب. وكاين اللي باغي يبدل خدمته ولكن كيبقى سنوات كيفكر. وكاين اللي باغي يدير خطوة مهمة في حياته ولكن الخوف كيبقى يطلب منه ضمانات ما كايناش. والمشكل ان التفكير الزائد كيوهمك انك كتقدم، ولكن في الحقيقة انت واقف غير في بلاصتك، بحال شي واحد واقف قدام البحر وباغي يتعلم السباحة. كيبقى يقرا الكتب ويتفرج في الفيديوهات ويحلل ويفكر ويخطط، ولكن عمره ما نزل الماء. وفي نهار من الايام كيفهم واحد الحقيقة مؤلمة: ماشي كل الاجوبة كتجي قبل الخطوة، بعضها كتبان غير من بعد ما كتخطي الخطوة الاولى. وهنا كيتبدل كل شيء، حيت كيبدا يفهم ان الهدف ماشي هو التخلص من الخوف، الهدف هو التحرك رغم وجود الخوف. ومن داك النهار الافكار ما حبستش والشك ما اختفاش، ولكن الحاجه اللي تبدلات هي ان الافكار ما بقاتش هي اللي كتسوق حياته، هو اللي ولا كيسوقها براسو. ودابا وصلنا للسؤال اللي كيهم اي واحد كيعاني من التفكير الزائد: شنو ندير ملي تجيني هاد الافكار؟ الغريب ان اول رد فعل كيجي في بالنا غالبا هو اسوأ رد فعل. كنحاولوا نطردوا الفكره وكنحاولوا نقنعوا راسنا انها ماشي صحيحه، وكنقضيو ساعات كنناقشوها. ولكن هنا كاين واحد الخطأ اللي كيوقعوا فيه بزاف ديال الناس، حيت بالنسبه للدماغ الحاجه اللي كتعطيها الانتباه مرات ومرات كتولي كتبان ليه مهمه. وكل ما بقيتي راجع لنفس الفكره وكتحاربها وكتراقبها، كل ما زاد احتمال يرجعها لك مرة أخرى. ولهذا محاولة التخلص من الفكرة كتقدر هي بنفسها تزيد تخليها حاضرة في عقلك. الحل ماشي أنك تربح النقاش مع الفكرة، الحل هو أنك ما تدخلش فيه من الأصل. تخيل أنك جالس حدا طريق، كل فكرة هي سيارة كدوز. كاين سيارات هادئة وكاين سيارات مزعجة، ولكن واش كتجري ورا كل سيارة؟ أكيد لا، كتخليها تدوز وكتبقى غادي في الطريق ديالك. ونفس الشيء مع الأفكار. المرة الجاية ملي يجي عقلك ويقول لك يمكن غادي نفشل، ما خاصكش تثبت ليه انه صح وما خاصكش تثبت ليه انه غلط، غير لاحظ اللي وقع وقول هذه غير فكرة وماشي بالضرورة حقيقة. ومن بعد رجع كمل الحاجة اللي كنتي كدير. يمكن في الاول غادي ترجع الفكرة مرة وجوج وعشرة وهذا عادي، ولكن كل مرة ما كتغديهاش بالنقاش. مع الوقت الدماغ كيبدا يتعلم ان هاد الفكرة ما كتحتاجش هاد القدر من الانتباه، وكيولي احتمال الرجوع اليها اقل. وحاجة أخرى كيتفق عليها بزاف من المختصين هي أن الهدف ماشي تعيش بلا أفكار مزعجة، الهدف هو تعيش الحياة اللي بغيتي حتى إلا كانت بعض الأفكار مازال كتجي. حيت الحرية ماشي أنك تتحكم في الأفكار اللي كتجي، الحرية الحقيقية هي أنك تختار شكون فيهم يستحق وقتك وانتباهك، وشكون تخليه يدوز بلا ما يقرر بلاصتك في الحياة. الا كان خاصك تخرج من هذا الفيديو فكرة واحدة فهي هذه: التفكير الزائد ما كيسرقش منك راحة بالك فقط، كيقدر يسرق منك الوقت والفرص واللحظات اللي ما غاديش ترجع. ولهذا ما تسناش النهار اللي غادي تختفي فيه كل المخاوف والافكار المزعجة، حيت هذا النهار يمكن ما يجيش ابدا، ولكن تقدر تبدا تعيش ودير الخطوة اللي بغيتي رغم وجود هاد الافكار. دابا بغيت نسولك واحد السؤال: شنو هي اكثر فكرة كتلقاها كترجع لك وكتسرق منك راحة بالك؟ اكتبها في التعاليق وانا غادي نقرا اي تعليق ونتفاعل معاه. وإلا عجبك هاد النوع ديال الفيديوهات ما تنساش تشارك في القناة وخلي لايك، حيت الهدف ديالنا ماشي غير نفهمو العقل ولكن نتعلمو كيفاش نعيشو حياة احسن. تهلاو.